اكبر نجاح في الدنيا انك تشتغل على نفسك وتكون مستعد انك تواجه الحياة وتغييراتها السريعة. الشغل مش من بره زي ما احنا كنا فاكرين، الشغل بدايته من جوه. انك تنجح او ما تنجحش ده يرجع لاستعدادك وانت بتعمل ايه دلوقتي، والفترة اللي انت بتطور فيها نفسك هي دي اللي هتحدد انت هتنجح او ما تنجحش. وهنا افتكرت جملة عظيمة جدا لللايف كوتش المشهور روبن شارما، قالها في كتابه إلهامات يومية، وهي إنجازك الأكبر هو شغلك على نفسك. ودي أهم حاجة أنت تقدر تعملها دلوقتي. طب إزاي أطور من نفسي أو أبدأ منين؟ أول حاجة وأهم حاجة اقرأ كتير وعلى قد ما تقدر. كل يوم اقرأ حاجة تضيف لك. طب أنا ما بحبش القراية أو بحبها بس بمل منها بسرعة، في حل كويس جدا أنا عن نفسي شغال بيه لحد اللحظة دي، وهو ملخصات الكتب اللي على اليوتيوب. ده هيفاجئك إن أنت حصلت معلومات كتير جدا في دقايق. شوف لك بودكاست للناس اللي متعرفوش، هو عبارة عن مناقشة ما بين 2 أو أكتر عن مواضيع مفيدة جدا فيها فايدة كبيرة جدا لينا، زي برنامج إذاعي أو تلفزيوني كده بس بشكل مختلف شوية. حاجة مهمة جدا هتطورك، حاول تفلتر الناس اللي عندك على السوشيال ميديا اللي انت بتتابعهم. حاول تتابع الناس اللي لما تشوف لهم فيديو أو لما تشوف لهم بوست يضيفوا لك حاجة جديدة. حاول تتابع اللي يطور عقلك، اضف عقول الخبراء الى عقلك. دي جملة جميلة جدا انا بحبها. حاول تقرب من حد همته عالية في الدين، تعرفت عليه في مسجد او في ندوة او في اي حاجة، هيشدك لاعلى، هيعلي همتك. اقعد مع ناس كبيرة في السن، اسمع تجاربهم، الموضوع ده هينمي عقلك بشكل انت مش متخيله. الملخص، حاول تشتغل على نفسك اكتر، حاول تقوي شخصيتك اكتر، واجه مخاوفك، غير نظرتك السلبية عن البلد وعن حياتك وظروفك. قرب من اي حد يضيف لك معلومة مهمة في حياتك وفي خبرتك سواء على السوشيال ميديا او في الواقع. حاول تشتغل على نفسك اكتر، انك تاخد كورسات في شغلك او في مجالك، او تاخد كورسات في مجال انت نفسك تخشه. حاول تتعلم لغة جديدة او تنمي لغتك التانية، ده الموضوع ده هيفيدك جدا في شغلك وفي حياتك. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ بفيديو يحفزك.